شيخ يقول أنا أحفظ صيام لا أشاهد شيء فيه وأنا صائم، لكن بعد الإفطار يشاهد هذه المشاهدات المحرمة. نقول إن الإنسان في سعة من دينه ما لم يقترف إثما، والإثم هو ما خالف أمر الله عز وجل بما دل به النص كتابا وسنة. أما جلوس الإنسان مع من حوله أو مشاهدة الإنسان لبعض الأشياء المحدودة التي يشاهد الإنسان لنصف ساعة، يشاهد لساعة لشيء من هذا يزيد يسيرا أو ينقص يسيرا جدا، لا يزاحم الإنسان، وإنما هو نوع من سياسة النفس الذي يروح بها الإنسان عن نفسه، ثم يرجع الإنسان لما هو عليه من صلاة وقراءة القرآن وذكر ونحو ذلك. هذا من الأمور السعة ومن الأمور المباحة. يذكر بعض الكتب ولم أجد له إسنادا ويشير إليه بعض السير والمصنفين في هذا أن علي بن أبي طالب كان يجتمع لديه الناس بعد الصلاة ينشدون الشعر ويتكلمون في آداب العرب، وهذا يعني إشارة إن صح فهو إشارة إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يتحدث حتى في رمضان عن أمور الأدب، أن يتحدث عن شيء من الأشعار ونحو ذلك حتى بالأزمنة الفاضلة لنوع من الترويح، فهذا ما دام مباحا وبالقصد أيضا الذي لا يزاحم الطاعات والعبادات فهذا من الأمور الحسنة. ولهذا جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه صفية زوجته وهو في معتكفه ماذا تصنع؟ لا شك أنها تروح عنه وتتحدث معه في شيء يسير من أحاديثها وأخبار بيتها. فإذا جاءت صفية في غالب الظن أن بقية النساء يأتين، ولكن ذكر النص صفية عليها رضوان الله تعالى. كذلك أيضا ما جاء في جملة من النصوص من أيضا ببعض الحكايات حتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما جاء في مسلم من حديث جابر قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، وهذا المراد به عموما سواء في رمضان أو في غيره، قال وكنا نتذاكر أمر الجاهلية وننشد الشعر، والنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم ونحن نضحك حتى تطلع الشمس. وهذا يعني يكون الإنسان حتى لو كان في المسجد ما دام أنه لم يقترف حراما يتحدث بشيء من الأمور المباحة التي لا تزاحم العبادة، لا تعطل له شيئا من صلاته، تعطل له شيئا من قراءة القرآن، شيئا يذكر، وإنما هي نوع من سياسة النفس وتوطينها حتى تتهيأ وتشوف إلى العبادة أتم، فإن هذا من الأمور المباحة التي رخص فيها